ازاي تخفي اي شات عندك على الواتساب؟ السلام عليكم، انا ايمان محمد. اول حاجه هتروح على اي شات عندك انت عاوز تخفيه، وبعدين تفتح الصوره بتاعته او تدخل على المعلومات بتاعته بالشكل ده، وبعدين تختار من المكان اللي موجود تحت ده اختيار قفل الدردشه. لما تختار قفل الدردشه هيطلب منك انك تدخل الرقم السري بتاع موبايلك او بصمه صباعك. بعد ما تعمل الكلام ده هيقولك لقد تم القفل بنجاح، وهتلاقي الشات ده اتحول ان هو بقى في محادثات اسمها الدردشات المقفوله، هتلاقيها فوق خالص كده لما تسحب بصباعك الرسائل لتحت. دلوقتي بقى عاوزين نخفيها خالص، مش عاوزين ان هي تفضل ظاهره في المكان ده. هتعمل ايه؟ هتدخل على الدردشات المغلقه، وبعدين تضغط على الثلاث نقط اللي موجودين فوق بعض دول وتختار اخفاء الدردشات. بعدين هيطلب منك انك تكتب رقم او ايموجي او رموز معينه، انا هقولك هتحتاجها ليه بعدين، بس احفظها كويس. بعد ما تظبط كل حاجه وكل حاجه تبقى زي الفل تمام، هترجع هتلاقي الدردشات المغلقه اختفت تماما. طب انت لو عاوز ترجع لها هتعمل ايه؟ شايف علامه البحث اللي موجوده في الواتساب فوق دي؟ اكتب فيها الرموز اللي انت فاكرها، اللي انا قلت لك من شويه، خليك فاكرها. بمجرد ما تبحث عنها في المكان ده الدردشات المخفيه هتظهر لك بمنتهى السهوله. قول لي بقى لو انت كنت عارف التريكايه دي ولا لا في التعليقات، وما تنساش لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد.